موبايلك او تابلتك ويلا نبرمج بايثون. السلام عليكم. الفيديو ده مخصوص اللي هو يشتغل على الموبايل او التابلت. تمام. عشان بس اللي عايز يجرب. احنا كنا في الفيديو اللي فات شرحنا المتغيرات كويس، وعرفنا المتغيرات ديت، وقلنا المتغيرات ديت بكل بساطة عبارة عن مكان احنا بنحجزه، مكان في الذاكرة، مكان احنا بنحجزه بنعرفه وبنديله اسم، وبعد كده احنا بنعبي المكان دوت او الاسم ده بمتغيرات او ببيانات معينة. البيانات ديت احنا بنستخدمها بعد كده داخل البرنامج ونشتغل معاه يعني. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لو انت بتعمل لعبة وعايز كل ما اللي بيلعب يخش على ليفل او مرحلة تزود السكور بتاعه، تديله مثلا نقاط معينه. انت بتعرف متغير او بتحجز متغير في الذاكره وبتقول مثلا ده السكور بدأ من صفر. لو اللي بيلعب عدى المرحله الاولانيه زود السكور ده ب 100، لو عدى المرحله الثانيه تديله كمان 100 يبقى 200 وهكذا. وفي اخر خالص اللعبه وفي اخر البرنامج بتشوف بقى السكور ده بقى كام، وليكن بقى 1000 تعرضه له. دي نفس يعني دي فكرة المتغيرات. أو مثلا أنت بتعمل برنامج وعايز تعمل حساباتك وتطلع إيه، وتطلع المكسب بتاع مثلا الراجل أو المكسب في البرنامج، فبتعرف مكان وتقول ده المكسب بتاع الراجل مثلا، وبتحسب حساباتك وبتضيف له حاجات وبتشيل حاجات، وفي الآخر خالص بتعرض له المكسب ده فيطلع اللي أنت حسبته في البرنامج كله. فدي فكرة المتغيرات بكل بساطة. فالمتغير انت بتعرفه، بتدي له اسم، وبعدين بتحفظ فيه البيانات. كل متغير بيبقى نوعه حسب البيانات اللي انت هتخزنها فيه. فلو البيانات ديت ارقام يبقى المتغير هيبقى رقمي او الفاريبل هيبقى رقمي. لو البيانات دي نصوص يبقى المتغير ده نصي كويس. ولو ارقام، في ارقام قلنا صحيحة، وفي ارقام عشرية وهكذا. تمام. فتعالى بسرعة احنا هنفتح جوجل اهوت، قلنا هنسيرش على بروجرام اي زي. تمام. هو اول واحد انا كنت مسيرش عليه من شويه، بروجرام اي زي، بروجرام اي زد، بروجرام اي زد. تمام. هتدخل فيه كويس. ده ويب سايت، موقع بيديك امكانيه ان انت تكتب فيه الكود وتنفذه بكل بساطه. انت عندك ايه اللغات المتاحه عنده اللي هو عاملها، وتقدر تدخل فيها بقى وتقدر تكتب الكود كويس. ففي بايثونيه، بايثون. تمام. ما تروحش فوق على اللي هو البرومو ده، ما تروحش عليه، لان ده اللي بفلوس. احنا شغالين على اللي ببلاش اللي هو الفري. فانت خش على البايثون ده اهو كويس. هيفتح لك شاشه كده ترحيبيه، في حاجه اسمها اونلاين كومبايلر اهي اهي اهي، ادخل عليها. هيفتح لك اهوت المكان اللي تقدر فيه تكتب الكود وتنفذه معانا. تقدر تكمل في الكورس بالامكانيات اللي عندك، سواء انت عندك موبايل سواء انت عندك تابلت، من غير ما تنزل حاجه. لو ما عندكش مساحه خالص ابدا الكورس وابدا اشتغل وابدا اتعلم برمجه. البرمجه سهله جدا، والبرمجه لغه البايثون او اللغه او المسار الثاني بتاع الويب مش محتاجه امكانيات كبيره، محتاج بس ان انت تبقى يا موبايل او حاجه وتشتغل. انت يعني محتاج بس ان انت عايز تشتغل وتجرب. فاحنا بقى نيجي هنا قلنا اول حاجه متغير رقمي، والرقم ده يا اما صحيح يا اما 10. تمام. فعرف المتغير ازاي؟ احنا هندوس انتر عشان نعمل سطر جديد. وقلنا امر برنت، ده امر برنت اللي مكتوب ده بيعمل ايه؟ هيطبع لي اللي جوه ده ويظهره لي في الشاشه اللي جنبه اللي هي الاوتبوت. الاوتبوت ديت اللي هي نتيجه لما تنفذ الكود. يعني ايه الكلام ده برضه؟ البايثون انت بتكتب برنامج، بتكتب سطور اوامر اللغه اللي انت بتعرفها وبتتعلمها. اوامر اللغه يعني البرنامج عباره عن مجموعه من الاوامر انت بتكتبها كويس، وبعدين تنفذها. فنتيجه التنفيذ ده هو بقى نتيجه البرنامج. زي ايه يعني؟ مثلا ممكن اعمل برنامج زي ما قلت لعبه، يعمل لي لعبه معينه، لما يتنفذ واللعبه تظهر دي نتيجه البرنامج. انت بتكتب كود، دي اسمها كود اللغه او البايثون، ده البرنامج، والنتيجه بتاعت البرنامج هي اللي بتشوفه انت كيوزر كمستخدم. ممكن تكون لعبه بقى، ممكن تكون برنامج حسابات، ممكن يكون موقع انترنت، ممكن يكون هكذا. كل يعني جوجل اللي انت شايفها دي او فيسبوك او كل ده مبني باوامر برمجيه زي كده. الاوامر اللي احنا هنكتبها هنا كده في الشاشه السمراء اللي انت شايفها دي، اللي هي تحت برنت اللي هي هنا دي كده في الشمال، دي اوامر اللغه اللي انت هتتعلمها اللي احنا بنشرحها بقى، والنتيجه بتاعتها بتبان في الشاشه اللي جنبها الاوتبوت. تمام. انا بتكلم عن الناس اللي هي شغاله على الموبايل او التابلت، انما اللي شغال على الكمبيوتر ونزل الفيجوال ستوديو كود ده شغال معانا هنا في الايه، في الشرح الفيديوهات العاديه كويس. فاحنا عرفنا متغير، قلنا اول حاجه هنشتغل المتغير الرقمي، وقلنا مثلا اكس كويس، ده اكس
يساوي 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 كده يساوي 5 وادوس انتر. انا كده عرفت متغير اسمه اكس، والاكس ده حطيت فيه قيمه 5. ده بكل بساطه يعني انا الاكس اللي انت شايفها مكتوبه دي ده اسم المتغير، والخمسه دي قيمه المتغير. طب انا لو عرفت متغير تاني وليكن واي، وقلت الواي ده عباره عن 6 وانتر. تمام. لاحظ ان كل سطر من اوامر البرمجه كتبته في سطر، وبعد كده عشان يبقى الدنيا منسقه، يعني انت تكتب السطر وعايز تكتب سطر برمجي تاني تدوس انتر وتنزل سطر جديد وتكتب السطر التاني. كويس. فانا دلوقتي ايه عملت؟ عرفت اكس يساوي 5 وواي يساوي 5. ولو عرفت مثلا لو قلت زد دلوقتي، تمام، الزد ده يساوي الاكس بلس، كويس، بلس ايه؟ بلس الواي. يبقى النتيجه بقت كام؟ تمام. يبقى النتيجه بقت كام دلوقتي؟ هيجمع الخمسه والسته ويحطها في الزد. كويس. لو انا عملت رن دلوقتي، اعمل رن كده، مش هتشوف حاجه، هتشوف بس اول واحده دي رن. هيطبع لك اول واحده اللي هي ايه؟ اللي هي البرنت. بص، برنت ستارت، اللي هي دي ستارت سمول. تمام. وبعدين شيء ايه؟ وبعدين شيب سبس. طب فين الزد؟ ما طبعهاش ليه؟ لان انت ما قلتلوش اطبعها. انت ما قلتلوش طلعها لي هنا في الاوتبوت، انت ما اديتوش امر، انت قلت له بس عرف لي الاكس والواي وقلت له الزد. انت ما طبعتش الزد. يعني ايه ما طبعتهاش برضه؟ يعني انت ما استخدمتش امر علشان يطلع النتيجه بتاعته. هي دي بقى البرمجه. انت البرمجه او البرنامج بينفذ الاوامر اللي انت اديتها له بس. يعني البرمجه كل امر انت اديته له هينفذه. طب لو ما كتبتلوش الامر مش هينفذه. كويس. فانا لازم انا مثلا دلوقتي عايز اشوف نتيجه الزد ده، اقول له اطبع لي برنت. شوف برنت. كويس. برنت اهي. وبعدين الاقواس، ما تنساش بقى ايه شكل القوس، يعني القوس ده. كويس. واقول له برنت اطبع لي الزد. تمام. برنت افتح قوس وبعد كده اكتب الزد وبعد كده اقفل القوس. طب يا باشمهندس انا لازم التزم بالاعطال. لازم تلتزم بشكل اللغه، لازم تلتزم بالاوامر، لازم تلتزم ان في هنا قوس وفي قفله. ديت اوامر اللغه. دي اوامر اللغه البرمجيه، اوامر لغه البايثون. طب لو ما كتبتش الحاجات دي او ما كتبتش هيديك ايرور ومش هيشتغل. دلوقتي احنا قلنا له ايه بعد ما تجمع؟ تمام. طلع نتيجه الزد ديت واظهرها لي هنا. اما اعمل رن بقى دلوقتي، اول سطر اهو، وال11 اتطبعت. ال11 اللي هي الزد. كويس. اللي هي نتيجه الجمع ما بين اكس وواي. وصلت الفاريبل المتغيرات. طبعا انا بس بديك مثال، زي ما انا قلت لك انا بديك بس مثال سهل هنا عشان تفهم المتغيرات. بس انت بقى بتستخدم استخدامات كبيره جدا في البرنامج. زي ما قلت لك ممكن تحط السكور او النقاط اللي احرزها اللي بيلعب. ممكن يبقى المكسب، ممكن يكون الخسارة، ممكن يكون صنف عايز تشوف حركته في المخزن بتاعك، بيطلع بينزل الكمية بتاعته قد ايه. كل ديت انت بتعرف متغيرات وتفضل تحسبها وانت في البرنامج، تشيل منها بقى وتحط وتضيف وتعمل، وفي الاخر اخر البرنامج او اخر الحاجة بتلاقي فيها الناتج النهائي. تمام. اللي هو اتجمع بقى او اتطرح او اتقسم او الكلام ده، وتطبعها زي كده او بقى تستخدمها. احنا بس بنطبعها علشان نشوفها هنا، بس انت بقى في البرنامج الحقيقي بتكون بتستخدمها استخدامات تانية زي ما انا وضحت كده بالمثال اللعبه او مثال الحسابات او الحاجه دي. فده كنا قلنا اول نوع من انواع المتغيرات اللي هو الرقمي والرقم الصحيح. قلنا في ارقام عشريه، يعني بكل بساطه بتيجي بس ازاي بعرفها؟ نفس الشيء بقى. خلاص انت اتعودت كده، ادي اي رقم عشري وليكن اف جي اتش. قلنا لو اتفرجت على الفيديو التاني قلنا اسم المتغير له مجموعة من القواعد الرولز لازم تتبعها. ان هو الاسم يكون صغير شوية، ما يكونش فيه مسافات، ما يبدأش برقم. يعني ممكن اسمي اي اسم، ممكن اسمي اسمي مثلا عزيز. تمام. يساوي مثلا 70. يبقى انا دلوقتي عرفت متغير اسمه عزيز ويساوي 70. ينفع المتغير اي حاجة، اي اسم، اي حرف. كويس. بس ما يكونش، خلي بالك، ما يكونش فيه مسافات، ما يكونش من اوامر اللغه نفسها، يعني ما يكونش من اوامر اللغه نفسها. كويس. وما يكونش ايه بادئ برقم، يعني ما يكونش وان ازيز، ما يكونش تو يعني لازم يكون حروف. فانا كده عرفت متغير اسمه ازيز و70. ممكن المتغير ده هو كده لو انا سبته كده يبقى رقم صحيح. لو انا حطيت الدوت، النقطه ده ايه،
وقلت له 70 بوينت او نقطه مثلا 12 اي رقم بقى، يبقى ده بقول له انتر. كويس. يبقى المتغير اللي اسمه عزيز ده عباره عن رقم عشري، اللي هو 70 بوينت ايه 12 او 70 وايه و12 من 100 او بالعربي، او 70 بوينت 12 لو انت بتتكلم ايه باللغات. كويس. فده متغير انا عرفت ده المتغير تاني اللي هو من نوع الرقم، بس الرقم بيكون فلوت او رقم ديسيمال او رقم عشري. خلاص عرفنا بسيطه اهي، الارقام يا اما عشريه يا اما صحيحه. طيب المتغير اللي بعد كده ممكن يكون المتغير ده نصي. ده طبعا بستخدمه كتير جدا. انت عندك مثلا زي مثلا انت عايز تعمل متغير تحط فيه الاسم مثلا بتاع الطالب. ممكن اسم الطالب ده يبقى احمد محمد، يبقى متغير. ممكن يكون سيد، بس في الاخر الاسم او النيم ده يبقى متغير. كويس. ممكن احطه اعرفه ازاي؟ اجي هنا مثلا تحت طبعا سطر واعرف متغير تاني مثلا وليكن النيم. تمام. هو المتغير ده يساوي وليكن، ما دام متغير نصي بقى، حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط علامتين التنصيص اللي هي الدبل كوتيشن اهي. كويس. انا حطيت واحده اول واحده ويقوم قافل الثانيه علشان ما تنساش القفل. اوعى تنسى القفلات، اوعى تنسى ان علامه التنصيص بتفتحها وبعدين تكتب الاسم جواها، وليكن اسم يا عم علي. علي هنا بقى ممكن اعمل مسافه علي محمد، لان دي القيمه دي ممكن تكون اي حاجه، لكن فرق دايما ما بين اسم المتغير اللي هو في يمة الشمال دي خالص، اللي هو الاكس او الواي او الزد هنا كده، او عزيز او النيم ده، والقيمة بتاع المتغير. القيمة بتاع المتغير أول واحد 5، تاني واحد 6، تالت واحد اللي هي الزد دي لما جمع الاتنين اللي هي 11. بعد كده الزد ده كان القيمة بتاعته 70 و12%. وبعد كده القيمة آخر حاجة بتاعت النيم ده كانت القيمة اللي هي علي، علي محمد مثلا، أو علي خلينا علي أحمد مثلا. ده الايه المتغير النصي، وادوس انتر. كويس. تمام ولا مش تمام؟ لغايه كده تمام. ممكن بقى اطبع برضه، يعني ممكن اجي هنا واقول له على فكره احنا لو عملنا كده، يعني المتغيرات اللي تحت ديت مش هعمل حاجه. يعني اخر واحد اخر حاجه هتطبع هنا اللي هو الامر اللي هو برنت زد ده. تعال اعمل رن اللي فوق دي علشان ينفذ لي البرنامج اللي هنا والنتيجه تبان هنا. انا هعمل رن هينفذ ويطلع لي 11. طب في المتغير اللي تحت دي، ما هو انت ما طبعتهاش ولا عملت بيه، هي موجوده في البرنامج. تمام. ممكن تستخدمها في الحسابات، ممكن تعملها، بس انت ما ظهرتهاش. تمام. وبالتالي ما فيش امر يظهرها. يعني لو عايز تظهر حاجه فيها روح على اكتب امر برنت. تمام. خلي بالك المترجم اللغه او اللي بينفذ اعتبره ايه، يعني معلش في اللفظ غبي شويه. يعني ايه غبي؟ يعني مش هينفذ الا الحاجات اللي انت قلت له عليها. لو ما قلتلوش عليها مش هينفذها. يعني هو بينفذ اللي انت كتبته له، اللي انت كتبته له في البرنامج هو هينفذه ويطلع لك النتيجه بتاعته. طب افرض حاجه انت ما كتبتهاش، مش هينفذها، يعني مش هيعملها اصلا. فاهمني؟ طيب برنت وبعدين القوس ده، وبعدين اقول له مثلا اطبع لي المتغير اللي هو اللي اسمه النيم. تمام. خلي بالك هو لما اقول له برنت النيم مش هيطبع يعني النيم، لا هيطبع اللي جوه النيم، الفاليو القيمه بتاع النيم. للمره الالف فرق ما بين اسم المتغير اللي انا بستخدمه في البرنامج هنا، عمال استخدم بقى الاسم المتغير، والقيمه بتاعته. لما بقول له هنا برنت النيم هيروح يشوف النيم ده اللي هو المتغير اللي اسمه النيم ده، شوف قيمته ايه. قيمته اللي هو علي احمد، ويقوم طابعها لك. بص انا تعالى نفذ بقى كده، اخر امر ده يتنفذ ران، هيطبع لك هنا ايه علي احمد. فهمت؟ وصلت ان هي وصلت اسم المتغير والقيمه بتاعته. لازم الموضوع ده يكون مفهوم جدا، لان هنكمل بعد كده بقى ايه في البرمجه. لازم ما تخطوش خطوه الا ما تكون فاهم الايه، فاهم الموضوع بالظبط، فاهم القصه بالظبط. تمام. وكل حاجه في البرمجه مبنيه على الحاجه اللي بعدها، لان احنا البرمجه بتكمل بقى زي اللي بيبني بيت كده. بيستخدم طوب ورمل وبعدين كده بيكمل ويعمل سقف وبعد كده بيكمل وهكذا. احنا هنا بالبرنامج بتتعلم ادوات اللغه واوامرها علشان تبني بيها برنامج كبير. تمام. فده المتغير الرقمي وده المتغير النصي. كويس. وقلنا الرقمي حاجتين، فاضل المتغير اللي هو ايه، يا ترو او فولس. يعني متغير اسمه بولين، بستخدمه في الحاجات المنطقيه. كويس. يا ترو يا فولس. يعني مثلا هل عمر الطالب اكبر من 20 سنه مثلا؟ النتيجه بتاع ايه؟ السؤال نتيجته ايه؟ هل عمره اكبر من 20؟
فنتيجته يا اه يا لا. فيا اه يا لا ديت بتترجم بالانجليزي يا ترو يا فولس. يعني ترو معناها حقيقي فعلا هو ايه، السن بتاعه اكبر. فولس لا، يبقى السن اصغر. تمام. فترو او فولس ديت ده متغير منطقي، وهنشرحه كمان اكتر شويه لما نيجي بقى ايه نستخدم حاجه اسمها كونديشن او اوامر شرطيه. وتشوف بقى الاوامر الشرطيه ديت. دايما اديت اول مثال في الفيديو اللي فات، ان انت وانت مثلا نازل تشتري حاجه بتسال نفسك انا لو ما لقيتش الحاجه دي هعمل ايه؟ تمام. طب لو لقيتها هعمل ايه؟ يعني في الحالتين، لو لقيتها هعمل ايه ولو ما لقيتهاش هعمل ايه؟ لو لقيتها الحاله الترو اللي انا الاقيها فعلا هنفذ حاجه معينه. طب لو ما لقيتهاش الحاله الفولس اعمل حاجه تانية، وهكذا. فترو ولا فولس ده المتغير البولي. كويس. اعرفه ازاي؟ بكل بساطه زيه زي الباقي، زي المتغيرات تعريفها واحد. اجي هنا واقول مثلا بي يساوي مثلا ترو. انا كتبت ترو كده، يبقى انا كده عرفت متغير بولين وهو ترو. ممكن استخدمه بعد كده تشيك عليه، او بناء على البي ده هنفذ حاجه معينه. لو البي ده ترو اعمل لي حاجه، لو فولس اعمل لي حاجه. ترو يعني نعم صحيح حدث حصل، كل ده مفهوم واحد. وفولس يعني ايه؟ مفهوم ان هو ما حصلش، او لا، او غير حقيقي، او غير كده يعني. تمام. وبكمل بقى. فدي انواع المتغيرات. شفت انا دلوقتي بالتابلت اشتغلت، ما وقفتش واتعلمت وبرمجت. انت معاك موبايل هيبقى نفس الشيء، تبرمج وتتعلم وتشتغل معانا. تمام. مفيش اي امكانيات تعوقك. الامكانيات يا جماعه ما بتعوقش حد. ما تقولش انا ما عنديش امكانيات، ايه اللي هتعلم فين؟ الحمد لله رب العالمين. لو معاك بس تابلت، او معاك مثلا انت طالب في الثانويه ومعاك تابلت اشتغل عليه. لو انت معاكش يا عم ومعاك موبايل اشتغل عليه وابدا وتعلم. تمام. البدايه سهله جدا، مفيش اي مشكله فيها. تتعلم على اي حاجه وتطبق وتنفذ وتمشي معانا خطوه بخطوه. هنكمل. احنا دلوقتي اتعلمنا المتغيرات، بعد كده هنتعلم اوامر تانية واوامر تالتة، وتبتدي المعلومات عندك تكبر 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 لغايه ما تكون بقى معلومات كبيره تقدر تعمل بيها برامج كبيره. تمام يا جماعه. شكرا جزيلا. ارجو ان تكونوا فهمتم. حتى الناس اللي معاش يعني الناس بتاعت الكمبيوتر وعايزه تفهم اكتر ممكن تسمع الفيديو ده. جميل جدا. ابعتوا لي لو في اي حاجه تانية وقفت قدامكم او عايزين اي استفسارات تانية. شكرا جزيلا.